طبيعي جدا أن تنتهي أي علاقة مهما كانت جميلة وحلوة، مهما استمتعنا بها. أيا تكن هذه العلاقة، زمالة، صداقة، أخوة، حتى بين الزوجين، قد تنتهي، قد تختفي، قد تذبل، قد تبرد لأي ظروف، لأي عوامل، مهما كانت جميلة ومهما تمسكنا بها. وحينما تزيد الصدمات، قدرتنا على التحمل تنتهي، وصلنا إلى طريق مسدود. لأجل أن نحافظ على هذه العلاقة أن نفترق أيا يكن. إذا كان لابد من فراق فليكن فراق عظيم، وإذا كان لابد من نهاية فلتكن نهاية شريفة، نهاية تصان، تحفظ العهود، تحفظ الجميل، ترعى الذكريات الجميلة، ولا تجعل من هذه العلاقة نشرة أخبار تبث وتنشر في المجالس، ولا نجعل من هذه العلاقة أحاديث تروى في لحظات السمر وننسى تلك العهود، بل نغلق كل تلك الذكريات والأسرار في صندوق في القلب، ولا نحدث عنه أنفسنا عن أنفسنا حتى، فكيف نحدث عنه الآخرين؟ بذلك تكبر في عين نفسك وفي عين من فارقته. لا أحد يريد النهاية، لكن أحيانا يكون هو الخيار الأخير والنهائي مهما احتفظنا بهذه العلاقة. لكن إن كان لابد من نهاية فلتكن نهاية شريفة تصون وتحفظ، ولا تنسى الجميل والذكريات الجميلة. حتى أنني قلت ذات يوم: كل العلاقات قد تنهى بثانية، وليس تنهى بقلب المرء والعقل. والذكريات ولو أخفيت قسوتها حتما مع الوقت لو أخفيتها تغلي، ولا تهون السنين بعد عشرتها إلا على جاحد أو ناقص الأصل. العشرة لا تهون حتى لو انتهت العلاقة. تذكروا هذا جيدا، واعلموا أن من يحفظ الوداد ويرعاه بعد الفراق هو الشريف، هو النبيل، حتى ولو اختلفنا معه.